جلاجة، واخيرا جلاجة الألمانية. شكرا شكرا اللي اخترت ألمانيا. واخ خلوا مجال، خليه يقعد ارتاح ارتاح، أكيد تعبان من السفر. اهو ما تلاجئ، شلبتوا بألمانيا، يعني مو موجودة بالخارطة بالعالم بس ألمانيا. تفضل تفضل خذ مكان، خلينا نسوي مقابلة. القاضي يعني كل جوعان وتعبان. اي ماكو مشكلة، يعني هسه حنجيب لك أحسن أكل تاكل وترتاح وبعدين نكمل مقابلة. أهم شي بألمانيا إنه تكونوا أنتم مرتاحين. القاضي يعني كل جوعان وتعبان. اي شو رأيك أجيب لك فلافل؟ ويا عمبا بعد إذنك كله. قلت لك احترم، أنت قاعد بمحكمة، صار لك 7 أيام بالطريق، عبرت بحار نهار، وسجت لنا محكمة موتت نفسك؟ حضرة القاضي بس أنا عندي سؤال، بالنسبة للسكن أنا وين راح أسكن؟ طبعا احنا نعرف المعاناة اللي عانيتها أنت بالسنوات الأخيرة، لذلك قررنا أن نطيق فيلا في بحر الجنوب. حضرة القاضي بس أنا عندي سؤال، بالنسبة للسكن أنا وين راح أسكن؟ طبعا تعرف إن احنا دولة متطورة ونحب نريح جميع الناس اللي يجون عندنا بألمانيا طالبين اللجوء. بدي أسألك سؤال، أنت مش صغير وين تحب تنام؟ لذلك عندي مفاجأة لك كلش حلوة. أنت راح تنام بالخيمة. القاضي أنا زوجتي بالعراق، وايد بأسرع وقت أجيبها إلى ألمانيا. أي طبعا تقدر تجيب زوجتك في أي وقت تريدها إلى ألمانيا، بس أنا الصراحة فكرت إنه أنت غير متزوج، لذلك جبت ملف يحتوي على بعض النساء الألمانيات الغير متزوجات. حقيقة هي إنه زوجتي ميتة صار 3 سنوات، بس أنا إنه رجل وفي، حتى أنا أتذكرها وعبالي إنه أنا متزوجها، وقولت متوسطتي إنه أنا أتزوج لازم وراها. أنا أتزوج بالملف. القاضي أنا زوجتي بالعراق، وايد بأسرع وقت أجيبها إلى ألمانيا. شنو؟ وانت هسه وصلت لألمانيا، لازم أول شي تاخذ إقامة، هاي إذا أخذت إقامة، ورا تسوي كورس مال لغة، ولازم هاي الكورس مال لغة تنجح، ورا ما تنجح بهاي الكورس مال لغة تشتغل أقل شي مدة 4 سنوات، ولازم هاي 4 سنوات تأجر بيت كبير يكفيك إلك وزوجتك، ورا تقدم طلب على الجنسية، هاي إذا أخذت الجنسية، ورا ما تاخذ جنسية تقدر تقدم طلب على تجيب زوجتك، واحتمال 90% إنه يرفض. حضرة القاضي وهاي الشغلة ايش قد تطول؟ الشغلة تطول من 8 إلى 9 سنوات. هاي الشغلة تطول كلش هواية. زين ما عندك ملف في نساء ألمانيات دون يتزوجون دا أتزوج؟ شايف إنه علي كانت بمنطقتهم نتزوج العالم؟ ترى نفسك لك، أنا قاضي. ممكن تقول لي شنو هي الأسباب اللي خلتك تترك العراق وتطلب اللجوء في ألمانيا؟ كان عندي برج مال طيور فوق بالسطح مالتي، صار انفجار، وصوت الانفجار كان كلش عالي، من صوت الانفجار خافوا وانهزموا بعد ما رجعوا على السطح. ما رجعوا على السطح، كل بيت تضرب فوق ما رجعوا. أرجو كافي كافي، احنا قررنا نعطيك الجنسية الألمانية. ممكن تقول لي شنو هي الأسباب اللي خلتك تترك العراق وتطلب اللجوء في ألمانيا؟ قاضي أنا طبيب، في يوم من الأيام اشتينا حالة المستشفى، كانت الحالة متأخرة كلش وماتت أول ما دخلت المستشفى. أهل المريض عبالهم إنه شفت السبب في موته، ورادوا يقتلوني ياخذون الثار، وأكثر مرة رادوا يقتلوني بس كنت أقدر أهرب بآخر دقيقة. رادوا يقتلوني وضربوا علي طلقات، بس الحمد لله الطلقة اجت بكتفي. هذا القاضي، هذا الملف فيه جميع الأوراق اللي تثبت الحالة اللي قاعد أقولها، وجميع الجرائد اللي كتبت علي بالتقارير الطبية. صراحة ما قاعد أشوف أسباب قوية إنه نخلي واحد يترك بلده ويطلب اللجوء في دولة ثانية، لذلك أسفني أقول لك أنت خليت رفض وباكر حيتم. أهلا بكم أصدقائي، أتمنى تكون حلقة عجبتكم. طبعا الحلقة كان مبالغ بها شوية أو مبالغ بها هواية. أتمنى تشترك بالقناة عم يوصلك كل جديد من طبعا الاشتراك ببلاش، وإذا عجبتك الحلقة أتمنى تحط لايك يشجعنا نسوي فيديوهات أكثر، ولا تنسى تفوت على القناة ما تشوف فيديوهات أكثر، ونشوفكم الأسبوع اللاقي حلقة جديدة.